السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مصطفى جديد ان شاء الله حلقه في قناتكم يوميات غاوي وبنش. النهارده هنتكلم بفضل الله على ظاهره كده ممكن تكون بتحصل لكل غاوي وانا واحد منكم، وهي يمكن ظاهره ممكن الهاوي مننا يفتكر ان النتائج فيها مشكله، الزوج فيه مشكله. طيب مش هنطول على حضراتكم، نقول لكم ايه الفكره. وجاي في بالي حاجه دلوقتي حالا وانا بصور كده برضه. بفضل الله هنتكلم عن الموضوع ده بفضل الله، عشان الناس اللي دايما بتاخد الهوايه بالكلام ما بتاخدش اي حاجه بالتجربه العمليه بتاعتها هي، ودايما ماشيه ورا كلام الناس، وللاسف ماشيه بتجارب الناس. ويمكن اللي بيحكي له ده او اللي بيقول تجربه هو اصلا ما جربش، يمكن هو بيقول سمعت حد بيقول، سمعت فلان بيقول. فانا يعني كلمه سمعت دي واصل فلان بيقول دي انا ما بحبهاش، انا بحب الواقع والتجربه، والتجربه دايما خير دليل. طيب الظاهره الاولانيه اللي هنتكلم عليها النهارده، وهي لما تلاقي الانثى بيضت لك بيضه والبيضه دي فيها دم، يعني تعويره كده، او انت تحس ان ايه ده، هي البيضه دي فيها دم ليه يا مصطفى؟ هو ايه المشكله في الموضوع ده؟ طب هي ليه النتايه فيها مشكله كده يا مصطفى؟ وتبدا الاسئله وتخش دماغك كده اوهام، وكل شويه تفتح على النتايه لدرجه ان انت ممكن تعمل النتايه مشكله وتسبب النتايه مشكله وتخوف النتايه، ما تخليش اصلا تخش العيش تاني ولا تقعد لك على البيض. طيب الذكر لا قوه الا بالله، انتوا شايفين ده الذكر بفضل الله اشتغل قبل كده، بس انتوا عارفين دايما ريبو بيحب التطوير وبيحب انك تخلط الالوان زي ما بيقولوا كده، يعني تقعد تشكل كده ما شاء الله كده في اللوحه اللي هي الربانيه اللي احنا شايفينها دي. طيب هنشوف النتائج دي بقى، بسم الله الثلاث خطات بتوعنا عشان النتائج تبتدي تعرف ان في حد. بصوا لا قوه الا بالله، نوريكم بفضل الله البيضه اللي بنتكلم عليها، هي البيضه اللي احنا بنتكلم عليها. بصوا يا جماعه، هي الانثى بفضل الله بيضه بيضتين اهو. بصوا هنلاحظ في بيضه منهم فيها دم. بصوا في بيضه فيها دم اللي هي دي الاولانيه يا جماعه. بصوا دي اول بيضه اللي فيها دم، دي الاولانيه اهي. بصوا اول بيضه، بصوا تمام. نحاول نطلع لكم العيش، معلش هي لسه طبعا في وقت التحضير، فهي طبعا في الوقت ده مش محتاجه ازعاج كتير، بس معلش نحاول نوريكم بقى الفرق. بصوا يا جماعه، دي البيضه اللي هي فيها الدم، دي بتبقى اول بيضه غالبا يعني. طيب دي بتبقى نتيجه ايه؟ النتايه ممكن تكون اول شغل زي كده اهو، فلسه هي مش الجهاز الداخلي بتاعها عنقود البيض، التكوين الداخلي بتاعها لسه ما بقاش فيه خبره بفضل. بس لا قوه الا بالله. واحد ملاحظه برضك عايز اشارككم بفضل، البنتين حجمهم حلو، يعني البنتين حجمهم حلو، مش صغيرين ولا هم كبار، بس حجمهم حلو بفضل. ده دليل برضك وانعكاس لحجم الزغلول. طيب بصوا اول بيضه هتلاقوا فيها دم اهي، ده عادي يا مصطفى، ده عادي جدا وما تخافش، ما فيهوش اي مشكله وما تقلقش والدنيا جميله ما فيهاش اي حاجه. بدليل حاجه بسيطه قوي في نفس البيضه اللي جنبها. بصوا بفضل الله دي مليانه دم، وتحس ان هي عيني بصوا كان الرحم متعور او العنقود متعور او كان في مشكله ما. لكن بصوا بفضل الله الثانيه حليب، البيضه الثانيه حليب. يعني ايه حليب؟ يعني ما فيهاش نقطه او شعر الدم، ما فيهاش نقطه او شعر الدم. ده دليل على كلامي وعلى صحه كلامي اللي دي اول بيضه، فممكن تكون هي تعبانه فبتحزق شويه. يا جماعه الطيور او الحيوانات يعني مش هشبهها بالبني ادمين دايما، بس يعني عايز الناس تفهم التشبيه صح. ده عالم ربنا خلقه كون وربنا منظمه، وليه جماعات وليهم لغه وهكذا. فنفس الحاجات اللي ممكن تمر ببني ادم، مع الاختلاف طبعا. البني ادم ربنا عظم شأنه وكرمه على سائر المخلوقات، الا انك هتلاقي في حاجات قريبه شويه متشابهه، فبالتالي نفس القصه كده. بصوا البيضه ديت اللي هي اول بيضه فيها شعره الدم، بصوا وتحس ان هي متلطشه بالاحمر كده اكن حد ملونها. وبصوا البيضه دي ما فيهاش اي مشكله. ده دليل على ايه؟ ان خلاص باضت دي فكان فيها المشكله، عبال ما العنقود يتظبط، عبال ما العنقود ياخد على ان هو في مجرى للبيضه تنزل وتستوي فيه البيضه وتنزل مظبوطه، وده خلاص بفضل الله البيضه نزل بشكل هيئتها الطبيعيه والدنيا جميله وما حصلش اي مشكله. وبفضل الله البيض بعد كده اللي هيتباض هتلاقوه سليم ما فيهوش اي بفضل مشاكل. فما تخافش، ما تقعدش تمشي باراء الناس اللي هي تقول لك اصل سمعت، اصل بيقولوا، اصل ممكن. لا، انت جرب سعادتك، جرب، والتجربه هي الوحيده. التجربه وتوفيق ربنا طبعا اللي هيعلمك ويفهمك الهوايه ماشيه ازاي، ويفهمك كل نقطه انت عايز توصل لها. يا جماعه بجد بزعل قوي لما الناس دايما معتمده على الكلام وعلى الافكار بتاعت غيرها. يعني انت ليه تسيب عقلك لحد تاني؟ ربنا عز وجل يعني كرمك بعقلك وقال لك يعني تدبر، يعني دايما انت تدبر، ربنا اداك مخ عشان تتدبر انت، مفيش حد دايما هو الليدر بتاعك. فبصوا البيضه الاولانيه اهي والبيضه الثانيه ما فيهاش مشكله. نحاول بقى نرجع البيض عشان نبتدي نكمل كلامنا في النقطه الثانيه اللي هي دلوقتي والله جت في بالي وانا بصور. طبعا النتايه زي ما قلنا اول شغل. بصوا النتايه دي اول شغل اهي. بصوا طيب ملاحظين حاجه طبعا صح؟ مناخيرها صح كده؟ ايوه مناخيرها لونها بني غامق.
لونها بني غامق. الناس بتقول على اللون ده ايه بقى؟ يقول لك النتايه حرقه. طب يعني تيجي تقول له يعني ايه حرقه؟ يقول لك يعني النتايه دي مش هتشتغل. وعملت فيديو قبل كده والناس برضك في اللي اتفرج على الفيديو واستجاب وفي اللي ما اتفرجش. بصوا النتايه مناخيرها احمر شبه قالب الطوب. بصوا مش البني ولا اللي هو الطباشير اللي انتم متعودين عليه مثلا في شكل النت، لا ده احمر دم، احمر داكن قوي، ده يعني احمر درجه الحمران غمقان قوي لدرجه ان انا بقول لك ان ده حرقه او شبه قالب طوب. طب هل هي دي بقى لو كان فيها مشكله ما كانش هتبيض؟ طب دي كانت اول شغل. طب ايه الفكره يا مصطفى؟ او هي ليه بتقلب للون الاحمر بزياده وفي نت بيبقى نفس السن او نفس العمر؟ معلش يا جماعه انا بحاول اتكلم بشكل سريع واوصل المعلومه عشان ما اطولش على الناس في الفيديو. ايه اللي بيخليها توصل بشكل احمر قوي؟ ممكن يكون في نتايه نفس السن مش احمر قوي، الثلاثه بشير وهي زي غيرها، عشان دي هرمونات زياده. الطبيعه بتاعت جسم كل طائر مش زي الثانيه. نفس قصه البني ادم، في حد تلاقيه في سن 16 17 ما شاء الله ولد يبقى جسمه فارع كده وباين عليه علامات الشباب او الرجوله. نفس القصه في الاناث او في البنات نفس الفكره. فهي كل القصه كده. النتايه لو فيها مشكله ما كانش بايض اهو، ما النتايه اول شغل ما شاء الله وبايض اهو. فحته ان يقول لك اصل النتايه دي حرقه، اصل النتايه مش هتبيض، ده كلام كله خطا. ده كلام كله خطا وعلامه اكس. وللاسف هو ان في ناس ممكن تمشي ورا فكره وجهل معلومه ويفضل عايش على الموضوع ده. يجي يطلع عنده كل ما يطلع نتايه بنفس الشكل ده، نتايه بايظه يروح بايعها، نتايه بايظه يروح بايعها. طب هي مش بايظه، يعني ايه بايظه؟ مفيش حاجه اسمها بايظه. هي نتايه لو حتى فيها مشكله، كل مشكله ليها علاج. بس هي انت اصلا ما فيهاش مشكله، انت اللي عامل نفسك مسبب لنفسك المشكله. انت سليمه مليون المية، وادي دليل اهو والله العظيم. يعني بص انا بصور الفيديو عشان فكره معينه او عشان معلومه معينه، والله يعني طرق في دماغي ان انا برضك نوعي اصحابنا واخواتنا ان انت يعني ايه حرقه؟ يقول لك اصل حرقه يعني خلاص يا مصطفى مش هتشتغل. والله العظيم وناس كتير قوي اتصل بيا منكم، وناس صحابي اتصل بيا، وناس كتير قوي يا مصطفى النتايه مبلله قوي، النتايه مناخيرها محروقه، الشرك بقى بني بغامق، للاسف مش هتبيض وبايظه. وللاسف الكلام بقى تسمعه من ناس كبار في الهوايه. يعني سبحان الله اللي مزعلني ان الكلام ده بقى تسمعه من ناس يعني كبيره في الهوايه. يقول لك اصل انت حرقت. يعني ايه حرقت؟ يعني خلاص مش هتشتغل تاني خلاص للاسف. يا هي باظت يا مصطفى. طب اهو يعني امر كده واقع بعينك اهو، ومفيش اكتر من كده برهان ولا دليل اهو. وانت لا قوه الا بالله بايظه اهو ما شاء الله والطين، وبتكمل العش اهو بفضل الله والدنيا جميله. ليه مش حرقه ولا بايظه النتايه دي؟ يعني ما فيش حاجه اسمها كده. فبالله عليك امشي بالتجربه، ما تمشيش بافكار الناس، ما تمشيش باراء الناس في كل حاجه. لازم ترجع لاراء الناس. لو حد عنده تجربه وانت تثق ان الراجل ده تجربته يعني هو هينقلها لك بشكل محترم، مش هيضلك فيها او يقول لك معلومه غلط، خد منه مفيش مشكله. احنا كلنا يا جماعه كلنا بنجرب وبنحاول نساعد بعض، بس نساعد بعض في الصح مش في الغلط. يبقى انت بتخسر يقول لك السنتها حرقت يعني باظت، مفيش الكلام ده والله ما في حرق يعني. مش عارف. واقول لك حاجه مفاجاه، انا كنت عامل فيديو والنتايه كانت نفس الشكل كده، هي خلاص هتخش، وبعد العش ما شاء الله بعد ما هي اصلا احنا بقى سبناها دخلت عشان احنا قفلنا العش، وبعد ما خلاص تعيش النتايه او بعد في اثناء ما هي بتبيض ما شاء الله مناخيرها رجعت لونها طبيعي اللي هو اللون البني بتاع النت اللي انتم متعودين عليه. فيا جماعه بالله عليكم يعني خففوا على نفسكم شويه. الهوايه ابسط واجمل من كده. يعني ممكن يكون في مشكله فعلا في عصفوره عندك لا اتعالجت لوحدها، يعني اكل شرب. فاتمنى تكون المعلومات من فضلك بتوصل وتكون في ميزان حسناتنا. مش عايزين اي حاجه تاني والله، هو بس ادعوا لنا كده وتبقى في ميزان حسناتنا. ما تنسوش الهوايه نوايا، ولو اللي فات حلو فاللي احسن بامر الله. وما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا اشتراك في اصحابكم وحبايبكم المحترمين الهوايه. وكان معكم اخوكم مصطفى، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.